ألوف ب20 جنيه. لسه في أفكار ووصفات كتير إن شاء الله هتعجبك، كلها على قد الإيد، من أول 10 جنيه لحد 130 جنيه، إذا كان حلو أو أكل أو غدا أو فاكهة، كل اللي يخطر على بالك. تعالى أقولك أنا جبت إيه ب20 جنيه. بس قبل أي حاجة صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قوليلي رأيك في الكومنتات، واكتبيلي ميزانيتك أيا كانت، هي يومية أسبوعية أو حتى شهرية، وإن شاء الله هعملك أفكار ووصفات هتعجبك وكلها في متناول الجميع. جبت 2 كيلو بطاطا، البطاطا ب12 ونص وب15 جنيه. بما ان الرفيعه دي بتبقى مسكره واسهل واحسن، فانا جبت 2 كيلو ب20 جنيه، يعني تقدري تعمليها ب10 جنيه. البطاطا الرفيعه بتبقى سهله وخفيفه وما بتاخدش سوا كتير وبتشرب العسل بسهوله. والله بنعمل بطاطا بالعسل بدون مجهود، بدون وقفه كتير، بدون اضافات كتير. للبطاطا اكلات كتير واصناف كتير، بس هو احنا كبيتي انا ام العيال بعمل البطاطا دي عشان هي حلوه ومفيده ومغذيه وبتنفع كل الناس. جبت ال2 كيلو بطاطا، مسكتهم غسلتهم. نقي البطاطا الوسط، الرفيعه بتكون مشعره والتخينه بتاخد وقت في السوا، وتلاقي واحده استوت وواحده لا. فانا بالنسبه لي الحجم الصغير ده او الوسط ده بيكون احسن وارخص واوفر ومغذيه، زي ما قلت لك البطاطا من الاكلات اللي بتقوي المناعه. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، اكتبي لي الميزانيه زي ما قلت لك، وقولي لي كمان رايك في الوصفات والافكار اللي انا بقدمها. انا بعمل ميزانيات من 100 جنيه لحد 1000 و2000 جنيه، ميزانيات شهريه باصناف كتير وشامله لحوم وبروتين وبقوليات وفاكهه. اللهم بارك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. تشوفي الميزانيات بتاعتي كل يوم بنزل لك فيديو جديد من اكلات او ميزانيات او حتى فاكهه واصناف كتير. غسلتها كويس قوي وشلت بوزها وشلت الديل بتاعها، وجبت معلقتين كبار من السكر. زيها مسكره اكتر من كده زودي، يعني ممكن نوصل لنص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، وهنقلب الكلام ده كله لحد ما السكر يدوب. ولازم السكر يدوب زي ما انت شايفه كده، عشان هو ده اللي هيتحول معاكي للعسل. تقدري تعمليها بعسل ابيض، بس طبعا العسل الابيض غالي، فمش هنحط بتمن العسل الابيض بتمن البطاطا. وكمان لو عندك شربات بتاع بسبوسه بتاع كنافه ايا كان، حطي معلقتين. انا حبيت اعمل قدامك الطريقتين، حطيت معلقه سكر كبيره واحده ودوبتها في الميه، وهنزل كمان بمعلقتين من العسل. بما ان المعلقه صغيره فانا حطيت 4 معالق. واللهم بارك. احلى بطاطا ممكن تاكليها، طعم وريح حكايه. بنحطها على نار عاليه، اول ما يبدا العسل ينشف ويتقل كده زي ما انت شايفه، وتتاكدي ان هو اتحول لعسل. انا بوريكي بصي من تحت كانت ريحتها حلوه جدا، العسل بيمسك في الجزء اللي تحت. بغطي الحله تاني واديها رجتين عشان اطلع اللي تحت فوق واللي فوق ينزل تحت وكلها تتشرب من العسل. صلي على الحبيب قلبك يطيب. شوفي عملنا الحلو ده ب20 جنيه، تقدري كمان تعمليه ب10 جنيه، بس بما انها مغذيه انا بعود العيال عليها. اللهم بارك. اتشربت من العسل دايبه يا بنات، دايبه، ريحتها حلوه جدا جدا. واول ما بيتقل خالص والعسل يقل بفضيها في صينيه ووزع العسل عليها كله على الوش كده. اللهم بارك. حلوه حلاوه. نازله عيل المدرسه الصبح يصحى الصبح ياكل له بطاطايه، من الاكلات